ازاي تبقى بني ادم متحضر في مصر؟ اولا هتشتم سوزي الاردنيه. انت عايز تنجح في مصر لازم تبقى فاشل، ما تتعلمش. احلى حاجه في الطبقيه في مصر ان هي لسه بصحتها زي زمان كده، ايام ما كنا بنرجم الفلاحين. والحلو في الطبقيه عندنا ان هي مش موجوده على ديانه او لون. في لسه ناس نظيفه في المجتمع، يعني دي الفطره السليمه عندنا في المجتمع المصري. بس نوع العنصريه والطبقيه اللي الشعب المصري ممتاز فيه العنصريه الطبقيه، وخصوصا ان شكل الدنيا اتغير تماما عن زمان، لان بقى فيه السوشيال ميديا، وبقت دلوقتي هي المتحكم الرئيسي في الشهره والنفوذ والفلوس والكلام الهطل ده، وبقت هي دلوقتي الحاجه الوحيده المتحكمه بالذوق العام. فلما يطلع واحده من منطقه فقيره تتشهر، الدنيا ما بتمشيش تمام. بعدين صعب اي حد اتشهر زمان يتشهر دلوقتي تاني لسببين. الاول ان هم مش هيبقوا فاهمين السوشيال ميديا قوي. في حاجات بتتعمل اليومين دول بتبقى سهله جدا انك تكوبي بيست، يعني مثلا زي موضوع الريبلايز اللي يصير مؤخرا من غير ما نخوض في تفاصيل. الريبلاي ده عادي جدا ان انا اخد منك سكرين شوت من الاكونت بتاعي واخش اروح اعمل في النوتس بتاعتي كاتب سطر او سطرين وبعدين اخدها ستيل شوت واعمل كروب واعمل اديت واروح اعملها تاني، على ادخل على الاكونت بتاعك اعمل ريبلاي كوبي بيست، بقيت انت اللي رد على نفسك. اوكي. ثانيا عشان هم مملين فشخ. مش هتعملي فيلم على العيد؟ يعني الممثلين دول مفيش حاجه مهمه في حياتهم حرفيا. يعني الناس دي لما بتقعد شهرين ثلاثه بيتنسوا وبيضطروا يعملوا اطلاله جريئه في مهرجان الجونه. فهي دي حياتهم. انما اقل يوم في حياه سوزي الاردنيه في محكمه الاسره عادي يعني، او في السجن. ده غير ان اصلا مفيش حد مهتم بحياه الممثلين غير الاثنين دول. وده اللي بنشوفه خلال وما اعتقدش ان لما واحده من الانفلونسرز او التيك توكرز يمثل دي حاجه وحشه يعني. كخ مش تفرق كتير. في بقى نقيب الممثلين استاذ اشرف زكي. انا مش عارف اقول استاذ ولا سياده النقيب. اشرف زكي يفعل ويوجه سؤالا الى مذيع العربيه: هل تقبل ان يعمل مشاهير التيك توك مذيعين؟ هل حضرتك تقبل ان بتوع التيك توك دول يشتغلوا مذيعين مع حضرتك؟ قول لي. يعني ترضاها على اهل بيتك. وبعدين هو ليه يعني نقيب المهن التمثيليه يعني هيكون قاعد فين مثلا؟ هيكون قاعد في مسرح اكيد. عايزين نفرق بين في مواهب وبتوع التيك توك. هي دي الفطره السليمه يا جدعان برضه، يعني خلينا برضه ما نبعدش. تمام، هي دي الفطره السليمه. في حاجه اسمها بني ادمين وفي حاجه اسمها تيك توكرز. اكيد مش هتساوي الاثنين ببعض. اوكي، نفس نوعيه الناس اللي بتبقى شايفه واحد غلبان بيعمل كونتنت بيقولوا له: يا ابني اعمل محتوى هادف يا ابني بدل العبط اللي بتعمله ده. وتلاقي نفس الراجل ده هو مؤسس جروب محبين رجل يسرى اللوزي، لانهم بيحددوا اذا كان المحتوى هادف ولا لا على حسب درجتك الاجتماعيه، او لو فشلوا ان هم يحددوا حسابك البنكي فيه قد ايه، خلاص على حسب شكلك. يعني طول ما انت وسيم انت قشطه، اعمل اللي انت عايزه على النت. فجي بقى نقيب الممثلين اللي انا مش عارف يعني ازاي لغايه النهارده سايب محمد رمضان في النقابه. الجمهور اللي حافظني وكبرت قدام عينه عارف ان محمد رمضان لبس واحده ست. محمد رمضان لبس حلق في فيلم وكليب يليف. برضه مش عارف ليه في نقيب ممثلين، يعني ليه ما فيش نقيب يوتيوبرز يعني ليه؟ المهم جه الممثل المخضرم اشرف زكي قال ان التيك توكرز مش هينفعوا يمثلوا غير لما يدفعوا غرامه مليون جنيه عشان يطلع 5 ثواني مسلسل في رمضان. يعني لو هتمشيها كده اقول لك مفيش ممثل هيعمل حساب على يوتيوب غير لما يدفع الجزيه، يدفع مليون جنيه. مش هيقعد بقى يبروموت المسلسل او الفيلم بتاعه على اليوتيوب ونسيبه كده عادي. انت تقبلها دي؟ ترضاها على ممثلينك؟ بهزر معاك يعني يا استاذ اشرف. اعمل اللي انت عايزه، تمام. اي حاجه هتدور التيك توكرز انا معاها بصراحه. بس يعني مفيش مشكله كبيره ان الممثلين او الانفلونسرز يمثلوا في افلام. يعني انت ما شفتش تمثيل محمد عبد العاطي في برستيج؟ انا بس كنت عايز اقول لك الكلمتين دول. انا محمد عبد العاطي دايما مع كامل احترام. يا جدعان حد واخد باله من الدبانه؟ كان بتربتش المعنى. طب ايه؟ طيب الفكره من ورا القرار ده ان هي ناتج 100% عن طبقيه، وان هم بيستحقروا اي حد بيعمل كونتنت على الانترنت. بس بصراحه عندهم حق يعني. لو مش اي واحد هيعمل كام فولور على السوشيال ميديا هيجي يمثل. يعني المفروض ياخدوا بتوع الافلام القصيره. شوف الكلام ده يا عم، هو ايه اللي انت بتقول ولا عشمي؟ وانت ما بتجيش مع حد غلط. هو فين انت محسسني ان انا جاي عليك يا عم؟ ابسولوت سينما. وننتقل لنوع تاني من نوع الطبقيه في المجتمع المصري اللي انا لاحظتها مؤخرا ومحدش خد باله منها. مهما مغني المهرجان اتشهر عمره ما هيوصل لنص صيت اي رابر. يعني عندك كمثال دريك عمل اغلى كليب في العالم، مسجله في اكبر استوديو في العالم، شاري فيوز، معاه شركه انتاج عشان يبقى ترند رائج
في امريكا، ويجي عصام صوصه بكليب عامله في العزب عندهم يكسر الدنيا ويكسر الارقام. المشكله بقى ان عصام صوصه مش بياخد نص تقدير كريم اسامه حتى. يعني كريم اسامه ده كل مسيرته هم 17 تراك، 17 تراك دول اللي عصام صوصه بيسجلهم وينزلهم من ستوري انستجرام عشان اليوتيوب منعوا ان هو ينزل اغنيه كل يوم. بتحس بالطبقيه دي لما تلاقي بتوع الراب بيدافعوا برضو عن بتاع المهرجانات. تلاقي الرابر لسه واخد درع ال 100,000 قريب وماسك اشهر مغني مهرجانات في مصر، ماسك بتاع الراجل ده يا جدعان مش معاق، يعني الراجل ده فنان موهوب. وهتلاحظ ده فشخ لو اتفرجت على ريد بول مزيكا، هتلاقي الرابر لو طلع معاه مغني مهرجانات بيبتدي يعلمه بقى اللي هو يشرح له يعني ايه مزيكا في العموم. حبيبنا دول ما تخاف تجي على المزيكا مالكش فيها. الله ما شاء الله. ولما يخرجوا الاتنين من بره الاستوديو مغني المهرجانات ده ينزل تراك يكسر الدنيا. فمره كزبره لما طلع بودكاست كان بيقول ان هو كان بيسجل اشهر تراك في السنه دي في سايبر. يعني هو دخل سايبر في العباسيه مع اشهر بروديوسر في مصر، كان قاعد في سايبر، بروديوسر مهرجانات طبعا قاعد في سايبر. متخيل؟ اسمه طارق انترناشونال، الكيسه بتاعته الجهاز الابيض بتاع زمان لو بتفتحه برجلك مفتوحه يا عيب بقى برجلك، مفيش برجلك، هو غريب ما ينفعش تلمسه. انما الرابر لو شركه الانتاج هتنتج له الكليب باقل من $1,000,000 مش هيوافق طبعا، مش هيوافق. ونيجي برضو لاكتر حاجه عنصريه في الموضوع ده، ايه الفرق بين التاني تحس ان هي محترمه اكتر. الموضوع ما فيه ان عمر اي دي لما يقول حاجه زي كده بتبقى خلاص ده فشخ، ده مسك الذوق العام. انما مروان بابلو لما يقول حاجه زي كده ممكن يخلوه يعمل حفله في الجامعه الامريكيه عادي. يعني ليه ده سرطان الذوق العام وده لا؟ يعني ليه هو نفس اللفظ؟ وبعد ما عملت بحث بسيط على شات جي بي تي لقيت ان الناس بتحكم من بره قبل ما تسمع الكلام، وده ناتج عن تحيزات داخليه مش دايما بيكونوا واعيين بيها. لكن تحب اشرح لك ازاي تتعامل لو حسيت لا حبيبي انا تمام. شاوت اوت شات جي بي تي يا جدعان، هتلاقوا لينك التحميل في الديسكربشن تحت. وبمناسبه الذوق العام والمهرجانات، مغنيين المهرجانات طول عمرهم بيتكلموا عن قصص هادفه، حاجات هادفه. يعني مجد الزهار وقصه علاجه في المصح وازاي بطل ادمان. الدخلويه زمان كانوا بيناقشوا مشاكل اكل الورث. انما الرابرز طول عمرهم عاوزين ياكلوك علقه بنت او يشقط صاحبتك بقى ويشرب خمره ومعاه فلوس وكل حاجه، وانت بالنسبه له مش مهم. يعني انت مش رساله هادفه. حد يدي مغنيين المهرجانات حقهم يا جدعان. بص انا هقولها لاخر مره، طول ما الذوق العام بيعجبوا اللي بيقدموا يبقى مفيش اي تقدم خالص. يعني انسى كده حته ان احنا نعمل حاجه. بس نروح بقى لاخر نوع من انواع الطبقيه في مصر، فيديوهات التيك توكرز اللي بيعملوا تجارب فيها ريحه مصر الاصيله. السيده زينب فطار في السيده يعني بريكفاست. عارف الحاجات البسيطه بتاعت مصر والاصيله والجو ده. تلاقي 2 تيك توكرز عايشين في انضف كومباوندات الامارات، ينزل يجرب الكبده البلدي الاصيله الزن. حاجات الناس الغلابه دي، حاجات الناس البسيطه دي يا جدعان، حاجات اللي فيها روح معرقه. يا جماعه متاكد ان عمرو الهادي لو نزل ولقى الغفير ما مسحلوش العربيه، هو نازل يرفيو الاكل في منطقه شعبيه، بيربطه في ظهر العربيه ويمشي بيه يجري بيه على شارع ال90. طبعا بهزر، عمرو الهادي راجل محترم. يعني عمرو الهادي هادي بصراحه. وفي النوعيه الثانيه من الانفلونسرز اللي بيقعدوا يوروك قد ايه هم جايبين حاجات غاليه فشخ، وان هم بيهتموا بيقعد يوريك انت الحاجات اللي بتستدرج الكومنتات بتاعت افقر شاب في شبرا الخيمه عشان يكتب لهم افقر كومنت في حياته، عشان التيك توكر او الانفلونسر ده يحس ان في تفرقه بينه وبين اي حد تاني موجود على النت، مع ان كلنا بنعمل محتوى اصلا عشان اترفضنا في اختبارات النادي الاهلي. وبس كده، اعمل سبسكرايب ولايك للفيديو وفولو على الانستجرام. سلام. انا عايزك تقول رايك على الفيديو، ما تخشش تقول لي صباح الفل ازيك يا جيار عامل ايه الحمد لله. الكلام ده بيني وبينك بقى على الواتس يا معلم، لما تخش لي تكلمنا. لكن انا انت شايف فيديو انا بتكلم فيه وقاطع نفسي وبحضر ليه بقالي مثلا بتاع ربع ساعه عشان انت تشوفه وتتفاعل معاه. قول رايك.